للبيت عليهم السلام، إذ أن من الثابت تاريخيا أن معاوية قام بتهجير أكثر من 50 51 هجرية زيادة عائلة موالية لأمير المؤمنين. صح. أراد أن يجعل تغيير طبوغرافي في الكوفة وهجرهم إلى خراسان. لكن الأمر الذي لا بد أن يضاف إلى هذا الشيء أن شعار الرضا من آل محمد لعب دور كبير في تحشيد الطاقات لبني العباس بشكل فظيع، لأن احنا ما نتصور أنه مثلا هاي 50,000 عائلة كلهم علماء ومثقفين وواعين للحدث، لعل فيهم من لا يتعاطى مع الحدث الصحيح. أضف إلى ذلك مو فقط خراسان، لعل خراسان السيد يمكن يوافقني. عفوا لدي اتصال، عفوا لدي اتصال من الأخ السيد كاظم من الناصرية. نعم سيد كاظم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سيد كاظم. وعلى ضيوفك الكرام. حياك الله، أعظم الله لنا ولكم الأجر. حياكم الله سيد كاظم. نعم تفضل. الله عليكم الأجر. عظم الله. أحب مداخلة الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. على مود الفيلم وهذا العالم كله. نعم. والله أحب أنوه على شغلة واحدة بين إحنا الأمريكان ولا على الدنمارك بأن دول ساءوا للرسول. يكونش على احنا المسلمين نظمين للرسول. نعم. صلى الله عليه وسلم. نكتب يعني موضوع على الرسول في حياة الرسول. نعم. نكون به شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. باللازم أن يقول الحين الناس تريد شو اسمه توصل قبل الرسول يقولوا لا مثلا هذا شرك. احنا ظالمين للرسول، احنا المسلمين. نعم شكرا جزيلا. نعم وهذا السعي مبكر يا حسن. شكرا جزيلا للسيد كاظم. لدينا اتصال آخر من الأخ أبو مصطفى من كربلاء. السلام عليكم أخ أبو مصطفى. السلام عليكم. حياك الله أخ أبو مصطفى، تفضل. الله وبركاته. عليكم السلام. نعزيكم ونعزي العالم الإسلامي بوفاة الإمام جعفر الصادق عليه السلام. أعظم الله لنا ولكم الأجر. حياكم الله أخ أبو مصطفى. بمناسبة عنوان البرنامج التاريخ، نحب أن نبين في الحقيقة. نعم.